يكون هدف التعادل. يعني الى محل فما دفع الحقيقه. كان بامكان باملاك تيسا ما يعلن على مخالفه، موجود الدفع. توغاي كاد يغالط، امان الله مميش ركنيه للديوان البوركيني. في اللحظات الاخيره يطلع الحارس محمد تراوري وتوزيعه وترجع من الدفاع، ومخالفه يرتكبها محمد تراوري يتوجه له باملاك تيسيما وينبه عليه، ومخالفه للترجي الرياضي التونسي. غيث الوهابي الشباك شاغره يعني، لكن يخير التريث لغيث الوهابي وياسين مرياح في تنفيذ المخالفه. ياسين مرياح في انتظار اشاره الحكم باملاك تيسيما، يطلب منه التنفيذ باملاك تيسيما، وياسين مرياح يرفع الكرة عالية ناحية بلال الساحلي. بلال الساحلي بالراس ما ياخذهاش، ياخذها مساء وترى ترجع من غيث الوهابي. ممتازة العملية، يمشي أسامة بوقرة. أسامة بوقرة، أسامة بوقرة في منطقة الجزاء. أسامة بوقرة تسديدة خطيرة، كاد يفتتح النتيجة. عمل فردي ممتاز من أسامة بوقرة، لكن تسديدة أسامة بوقرة تخطئ المرمى. تبقى النتيجة 0-0 بين الفريقين. وفي هذه الآونة بالضبط يعلن الحكم باملاك تيسيما على نهاية المباراة بين الترجي الرياضي التونسي وضيفه نادي الديوان البوركيني بالتعادل 0-0، وبترشح الترجي الرياضي التونسي رسميا لدور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا 2023-2024. الترشح السابع على التوالي لفريقنا لدور المجموعات. نخليكم مع فاصل إشهاري، ثم سوا باش نرجعوا مع زميل هيثم الراشدي